مساء الخير عليكم البنات، واش راكم؟ جيسبر كو فوز الي بيان. شرابي تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم نشارجت لكم وصفه جديده ولا هي هاد الحوته. قلت لكم اليوم نطيبوها في الفرن يعني ما تقليوهاش. هاد الحوته يسموها على حسب واش على بالي المرصيط هكا. هاد الحلوه عفوا هاد الحوته جيت اليوم نطيبها معكم ولكن بطريقه جديده في الفوق بالخضره. يعني درت فيها البصل والفلفل والطماط وجدت بنينه بواحد لاصوص درت فيها بزاف بنينه. ما عندي ما نقول عليها. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. اذا اول مره جاتو قناتكم باش ديروا جيم وابوني وتبارطاجيوها، ونقول لكم ما تبخلوش على بلي كومونتير ولي جيم. ونروحوا نبداو بطريقه التحضير والمقادير. عندي هاد الحوته تاعي راح نقيها كامل، يعني تنقوها وتغسلوها بالخل مليح مليح مليح، يعني بهذه الطريقه تنقيوها وتغسلوها ونعاود نرجع لكم فيما بعد. بعد ما نقيتها وكامل يعني شطفتها في البلاط تاعي، درت فيها الفلفل يكون مقطع، الحار ولا طرشي، البصل مع الطماط تكون مقطعين كمدورين. عندي فلفل كحل وفلفله وشويه تأسنة تاع الثوم مع الرند. ضفت ايضا الكمون، يعني توابل تاع الحوت، الفلفل الكحل فلفله والكمون. وبالنسبه لهذيك التوابل يعني في بول حطيت فيه الهريسه وطماطم مصبره وفلفل ملحي، ضفت عليها شويه تاع الماء وسقيت فوقها من الفوق هكا بهذا اللاصوص هذيا باش تطيب لنا مع نص كاس تاع الماء. بهذه الطريقه ما تنساوش ديروا اللاصوص فوق الحوته تاعكم وتدخلوها الطيب وتحصلوا على هذه النتيجه. ان شاء الله تكون عجبتكم. بما انه الفيديو راه بزاف قصير، ان شاء الله عجبتكم وفهمتوني. يعني مقادير تاعها بزاف ساهلين، والتوابل قلت لكم درت فلفل كحل فلفله وفلفل الملحي هذاك، وضفت الكمون يعني توابل تاع الحوت. ما تنساوش الثوم انه لازم ديروا فيه ويجيب بنين بالبزاف فيها. نقولكم باش تكون عجبتكم. يعني هذاك البصل كيفاش طاب الله الله، عاد تقولوا له حبه بطاطا وتقدموها. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع نهاري. متمنى يا البنات تكون عجبتكم، والاهم انكم تجربوها وما تبخلوش عليا بلي جامو لي كومونتير. نقولكم يا البنات وصلنا فتره الفيديو، خلوا لكم في لي كومونتير. معني نقولكم الى اللقاء والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده.